هو إلى واشنطن، جلس مع المخابرات الأمريكية، ونحن نعرف أنه مو يروح فورا مثل ما يظن هؤلاء الناس العاميين اللي ما بيفهموا بعلوم السياسة نهائيا، أنه رايح وبده يقابل ترامب ويا يتفقوا يا ما يتفقوا. لا، هي البروتوكولات لا تجري على هذا. يستطيع أن يطبق المنع كل المطلوب منه، لأنه الكتائب الجهادية والكتائب اللي بتحمل الفكر السلفي والكتائب اللي بتحمل فكر إخوان المسلمين والكتائب السورية التابعة لتركيا وكله كان من الصعب جدا، وكان بالبساطة قادرة أن تركيا تعمل عليه انقلاب ضمن السلطة أيضا ببساطة جدا. لديها أموال وتحولون على الحكومة السورية وتحاول تحصلها بأي شكل من الأشكال. حتى إيران نفسها الرفع اللي رحبت برفع العقوبات عن حكومة أحمد الشرع، لأنه كمان حكومة أحمد الشرع مديونة بشكل كبير لسوريا، وهي استحقاقات دولية يعني. الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمي ورسمي، حياكم الله وبياكم وأسعد الله مساءكم جميعا. طبعا صرنا 3 أيام أو 4 أيام نتحدث عن زيارة أحمد الشرع رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووضحنا أمور كثيرة خلال الأيام اللي فاتت. رح نستكمل اليوم ما تحدثنا به خلال الأيام اللي فاتت، ونوضح بعض الأمور اللي من وجهة نظري الشخصية. طبعا أرجع وأعيد الكلام اللي أنا أقوله من عشرات السنوات، 10 سنوات 15 سنة أو أكثر، من الأخوة اللي بتعرفني من زمان على البرامج الأخرى، والأخوة اللي بتعرفني على منصة التيك توك من 4 سنوات تقريبا. كل ما أتحدث به هو رأي شخصي نابع عن تفكيري الشخصي، لا أمثل أحد، لا يملي علي أحد، ولا أخذ معلومات لا من جهات استخباراتية ولا من جهات دولية ولا من أي أشخاص حتى. فهذا الموضوع دائما اللي بكرره كل ما أتحدث به هو فكر شخصي مني أنا. إن أصبت فاجتهدت وأصبت، وإن لم أصب اجتهدت ولم أصب. هذا أمر طبيعي جدا، ليس بالضرورة كل ما أتحدث به أن يوقع كواقع حال في المستقبل، لكن على مدى 4 سنوات أو 5 سنوات على الأقل من الأخوة المتابعين اللي بتعرفني بنسبة كبيرة جدا كل ما تحدثنا به صدف وأصبح أمر واقع بالنسبة للسياسة الدولية والإقليمية أيضا. وهذا أمر لا يعني بالضرورة أنه كل ما أتحدث به راح يكون صحيح 100%. وهذا لازم نحطه بالحسبان، لأنه إذا مرة أخطأنا في التقدير أو في التحليل السياسي نوعا ما، فما حدا يحملنا ما لا طاقة لنا به. واجتهدت أصبت، وإن لم أجتهد إن لم أصب اجتهدت ولم أصيب. هذا أمر مهم للغاية. طبعا خلال الأيام اللي فاتت تحدثنا عن زيارة أحمد الشرع، وأنا شرحت لكم السياسات كيف تدور في أقبية الدول العظمى. السياسات لا تتم عن طريق المفاوضات مع رئيس الدولة، وهذا كلام هراء وليس له أي أساس من الصحة. المفاوضات دائما تتم في الغرف المظلمة، وهذا أمر معروف. يتم ترتيب كل البروتوكولات وكل الاتفاقيات من لجنة خبراء موجودة، استخباراتية اقتصادية سياسية، ويتم الاتفاق على كل المواضيع، ثم تذهب إلى الرئيس، ومن بعدها يقوم الرئيس بالتوقيع عليها، وحتى يمكن ما بيعرف شو موجود بضمن البروتوكولات. وهذا ما يجري في العالم كله. والشيء الآخر والمهم للغاية، لو لم يوافق أحمد الشرع على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يذهب إلى واشنطن لما ذهب بالأساس، لما ذهب وما قبلوا دعوته وما أرسلوا له دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا أحمد الشرع ذاهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو أساسا موافق على كل شروط الولايات المتحدة الأمريكية اللي وضعتها أمامه. طبعا أنتم تتذكروا ال8 شروط اللي تحدثت عنها بداية استلام أحمد الشرع للسلطة في سوريا بدل بشار الأسد. أعتقد أنه كلكم تذكروا تلك الشروط، وقلت لكم هذه الشروط التي يجب أن يحققها. من ضمنها كان تجريم حركة حماس، طرد حركة حماس، الاعتراف بإسرائيل، تنازل عن الجنوب السوري، تنازل عن شرق الفرات، نعم هذا كمان بحطوه من ضمن البنود، دمج الأقليات، محاربة الإرهاب، وطرد الأجانب أو المقاتلين الأجانب
اللي موجودين فيها. أحمد الشرع حقق بعض الشروط، فالشروط الآن أصبحت أقل من تلك الشروط اللي طرحها، وبعدين أضافوا إليها شرطين آخرين وقتها الكونغرس الأمريكي، إضافة إلى 8 شروط. أعتقد أنه ما كان في حدا بالعالم كلياته تحدث عن شروط الولايات المتحدة الأمريكية قبل مجيء الوفد الأمريكي إلى فندق أعتقد اسمه سيزر، فندق السيزر، وعملوا معاه مقابلة مبدئية، كانوا حتى من دون مؤتمر صحفي بوقتها بواشنطن، وأعطوا شروط الولايات المتحدة الأمريكية ومشوا وقتها. فانتظروا الفترة هاي كلياتها. تحدثنا أيضا عن الوضع الصعب لأحمد الشرع بتطبيق الشروط الأمريكية كلياتها، والولايات المتحدة الأمريكية أعطته فرصة، حقيقة أعطته فرصة ووقت طويل جدا، أيضا يقارب العام إلى شهرين الآن، يعني 10 أشهر 9 أشهر تقريبا أعطته وقت، وإلى الآن ما استطاع أن يطبق كل الشروط. طبعا في أقبية المخابرات أحمد الشرع طلب منهم وقت أكثر، فاستدعوه إلى واشنطن. حقيقة استدعوه إلى واشنطن. لما استدعوه إلى واشنطن جلس مع المخابرات الأمريكية، ونحن نعرف أنه مو يروح فورا مثل ما يظن هؤلاء الناس العاميين اللي ما بيفهموا بعلوم السياسة نهائيا، أنه رايح وبده يقابل ترامب ويا يتفقوا يا ما يتفقوا. لا، هي البروتوكولات لا تجري على هذا المنحنى. بتروح بيقعد مع المخابرات وبيقعد مع الساسة الأمريكيين وبيحطوا النقاط على الحروف، وبعدين بيمرقوا له عند الرئيس وبيلقطوا له صورتين ثلاثة مع الرئيس وكذا. اوكي اتفقتوا كذا امور، ايه خلونا نوقع سلام، انتهى. لكن اللي لفت النظر بهذه الروح تبعية الرئيس احمد الشرع الى الولايات المتحده الامريكيه، بأن الولايات المتحده الامريكيه اخترقت البروتوكولات الدوليه والدبلوماسيه، وما استقبلت احمد الشرع كرئيس معترف فيه ابدا، وهذا له دلالات دبلوماسيه. هنا له دلالات دبلوماسيه انه بيفوتوا من الباب الخلفي للبيت الابيض، وهو باب يعني يعتبر للموظفين او العاملين العاديين في البيت الابيض. الشيء الاخر انه ما كان في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، وهذا امر ايضا غريب جدا، يعني على الاقل يعني حفظا لماء الوجه يعني شوي اعطوه قيمه، يعني انه اعطوا له مؤتمر صحفي كلمتين يقول فيها ويهز راسه. طبعا هو ما بيعرف يفقه ولا شيء حقيقه، لانه احمد الشرع ما اكاديمي وما بيفهم ولا شيء، وهو اكثر شيء بيعرفه انه يهز راسه مو شيء زياده. وانا هذا الموضوع متحدث فيه من زمان، وهو اساسا هذا هو المطلوب الرئيس لسوريا حقيقه. ما هو مطلوب انه يجي واحد اكاديمي او دكتور او واحد دارس علوم سياسيه ويعرف بالبروتوكولات الدوليه، لا، بدهم واحد هيك تفصيل لحتى يمشوا الامور كلياتها. طبعا الغريب في الامر انه بعد لقاء احمد الشرع بساعتين ونصف تقريبا، وزير الخارجيه الامريكي يستقبل وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان، ومنفصلين عن بعضهم البعض. طبعا من امبارح هاكان فيدان موجود بالولايات المتحده الامريكيه، نفس البروتوكول مشى، وكان معاه للغرابه رئيس المخابرات التركيه. وانا امبارح تحدثت عن الصراع اللي راح يحصل في داخل النظام التركي مستقبلا، وهذا ما راح اتحدث عنه الان بعد شوي، لانه بدنا نركز الفوكس على لقائه مع وزير الخارجيه الامريكي. طبعا أنا من كم يوم قلت لكم أنه أحمد الشرع لا يستطيع تطبيق ما تطلبه منه الولايات المتحدة الأمريكية بوجود التركي، وهذا أمر يعني أعتقد أنه ما بيختلف عليه اثنين أو ثلاثة، ما بيختلف عليه اثنين أو ثلاثة. من المستحيل أن يستطيع أحمد الشرع تطبيق ما تطلبه منه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على رأسها بريطانيا وفرنسا. طبعا لما أقول الولايات المتحدة الأمريكية هنا أقصد في التحالف الدولي كلياته، وهذا أمر واضح جدا بسبب التركيبة الكتائبية أو التركيبة الفصائلية الموجودة عند أحمد الشرع نفسه، واللي طلب فيه وقت طويل جدا، لأنه من المستحيل كان أنه أحمد الشرع يستطيع أن يطبق كل ما هو متفق عليه أساسا قبل مجيئه للحكم. وأنا هذا متحدث في لفترات طويلة وشهور جدا، أنه أحمد الشرع أساسا جاء لينفذ مشروع في المنطقة كلياتها، لكن تركيبة الفصائل اللي موجودة عنده من الصعب جدا أنه يستطيع أنه يطبق كل المطلوب منه، لأنه الكتائب الجهادية والكتائب اللي بتحمل الفكر السلفي والكتائب اللي بتحمل فكر إخوان المسلمين والكتائب السوركية التابعة لتركيا، وكله كان من الصعب جدا، وكان بالبساطة قادرة أنه تركيا تعمل عليه انقلاب ضمن السلطة أيضا ببساطة جدا،
وتحرك كل الكتائب اللي موجودة ضده. كان يحتاج إلى حماية، وأعتقد أنه أغلبيتكم بيعرف أنه التحالف الدولي حقق له بعض أنواع الحماية. واليوم تقارير مخابراتية خرجت بشكل كثير تسريبات بأنه أحمد الشرع أساسا تعرض إلى أكثر من محاولة اغتيال، وأحد المرات قام التحالف الدولي عن طريق طائرات المسيرة بإنقاذه أيضا حتى، وكان أكثر من مرة حطوا له متفجرات على الطرقات اللي كان بده يمرق فيها، لكن من خلال رصد مكالمات ما بين الجهاديين من قبل التحالف الدولي تم اكتشاف الموضوع وإنقاذ أحمد الشرع. يعني مرتين ثلاثة تحاولوا اغتياله كمان نفس الجهاديين اللي موجودين عنده. طبعا تحدثنا أيضا أنه أحمد الشرع سينضم مرغما إلى تطبيق الاتفاقيات المطلوبة منه، وهي محاربة الفصائل الجهادية اللي موجودة في سوريا. طبعا هذا الأمر ليس بالسهولة اللي أنتم بتظنوا. وأنا تحدثت أيضا أنه راح تعتمد في الولايات المتحدة التحالف الدولي أساسا على القوى الحليفة الموجودة على الأرض واللي متمثلة بقسد. هذا أمر واضح جدا. طبعا التسريبات اللي صدرت اليوم من الدولة الزرقاء والتسريبات المخابراتية تؤكد بأنه تم الاتفاق على الجنوب السوري أيضا بعمق 30 كيلومتر بأنه لن يدخلها قوات الشرع نهائيا على الشريط الحدودي كلياته حتى حدود درعا. فعندك أنت 30 كيلومتر بعمق بالمنطقة هذيك، 30 كيلومتر كثير، يعني يوصل على أطراف دمشق. وهذا الاتفاق راح نشوفه خلال الأيام القادمة. رفضت إسرائيل توقيع أي اتفاق أمني مع أحمد الشرع، وأنا بأكد هذا الكلام. أنا أكد لكم هذا الكلام بأن إسرائيل لن توقع أي اتفاق أمني مع أحمد الشرع، وقالت لا من دون ما اتفاق، وبده ينسحب غصبا، مع أنه إمتى ما بحب أضرب راح أضرب كمان. فإنه بتوقع أنه اتفاق أمني ولحتى تخلي هو مرتاح وكذا. رفضت إسرائيل هذا الموضوع نهائيا. بالنسبة إلى المحادثات اللي حصلت أيضا مع الأمريكان والدولة الزرقاء، بالنسبة للأتراك ترفض إسرائيل بشكل قاطع وجود أي جندي تركي على الأراضي السورية، وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية بتنبيه الأتراك إذا ما خرجوا من سوريا راح تتعامل معهم عسكريا. وهنا الأتراك أحد الأسباب الرئيسية اللي خلوا يستدعوا هاكان فيدان إلى واشنطن. فمن قبل 3 أسابيع قلت لكم أنا أرى كرؤية شخصية أنه الأتراك سوف ينسحبون بالفترة القادمة، وأعتقد ما راح يطول شهرين أو 3 أشهر. أعتقد أنه كلياتكم تتذكروا هذا الكلام. ليش؟ لأنه أنا حاسب الحساب هذا تماما بمخيلتي العقلية لحالي، أنه لا يمكن تطبيق أي مخططات على الأرض السورية بالنسبة للتحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بوجود التركي. هذا بيعرقل محاربة الإرهاب، بيعرقل بيعرقل الحرب على الكتائب الأجنبية أو المجاهدين الأجانب، بيعرقل أيضا التصدي للكتائب السورية الموضوعة أساسا على قوائم الإرهاب. فأنا بأكد لكم اليوم بأنه ذهاب هكان فيدان للولايات المتحدة الأمريكية هو اللي إملاء عليهم بشكل واضح وصريح بأنه إذا ما خرجتوا من سوريا إسرائيل راح تضربكم، وأنتم تعرقلوا جهود التحالف الدولي في محاربة الإرهاب. وهذا كلام راح تشوفوه خلال الأيام القليلة القادمة في الصحافة أيضا، والتحركات اللي راح تصير على الأرض. طبعا ممكن ما بتشوفوا بالصحافة لحفظ دماء الوجه خلال الفترة القادمة، لكن أنا أعتقد وبقوة جدا بقوة جدا أنه الأتراك مضطرين للانسحاب والتخلي عن كتائب الجيش الوطني وقادته اللي موجودين على الأقل، وحل تلك الكتائب وانضمامها فرادا إلى قوات أحمد الشرع في المستقبل لمحاربة الأجانب أو محاربة الجهاديين. طبعا الدفع للجهاديين كذا راح يكون عن طريق القوى العسكرية اللي راح بتصير، لأنه غير مقبول أبدا أنه يكون في مقاتلين أجانب. وهذا أيضا طلب صيني واضح من الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الشروط الأساسية لرفع اسم أحمد الشرع من قوائم الإرهاب. الصين كانت معترضة وكانت راح تستخدم حق النقض الفيتو بهذا الموضوع وتمرير مشروع تبييض أحمد الشرع حقيقة. لكن تبييض أحمد الشرع تم بوعود للصين بأنها سيكون التحالف الدولي ضد الإيغور اللي موجودين، لأنه هذول من أصل الإيغور والتركستاني هم من أصل صيني، والصين تعترض عليهم بشكل كبير لأنه هؤلاء كلهم يمثلون قنابل موقوتة. إذا عادوا إلى الصين في المستقبل راح تكون مشكلة كبيرة بالنسبة للصين. طبعا نفس الشيء روسيا تماما،
لأنه كل الكتائب الشيشانية اللي موجودة أو العناصر الشيشانية اللي موجودين والإيغو والداغستانيين وغيرهم أيضا هؤلاء كلها من دول اللي روسيا متحكمة فيها، وعودتهم إلى أوطانهم يعني بالنسبة لتلك الدول كارثة كبرى جدا. فأخذت ضمانات روسيا والصين من الولايات المتحدة الأمريكية بمحاربة هؤلاء الأجانب الموجودين وإنهائهم في سوريا، حتى قبلت روسيا والصين أنه ما بتستخدم حق الفيتو ضد تمرير قانون رفع أحمد الشرع من قوائم الإرهاب. وهي نقطة مهمة جدا حصلت في الكواليس طبعا، وهذا أمر طبيعي جدا أنه أي إنسان يفقه بالسياسة يفكر بالموضوع يرى أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال تمرير قانون رفع صورة أحمد الشرع أو أحمد الشرع من قوائم الإرهاب في الأمم المتحدة إلا وسوف يعترض بفيتو روسي أو صيني. هذا أمر طبيعي للغاية. حتى شفنا أنه لدرجة أنه روسيا طالبت بنفسها برفع العقوبات عن سوريا. طبعا روسيا هنا مستفيدة من رفع العقوبات على سوريا لأنه لديها أموال وديون على الحكومة السورية وتحاول تحصلها بأي شكل من الأشكال. حتى إيران نفسها الرفع اللي رحبت برفع العقوبات عن حكومة أحمد الشرع، لأنه كمان حكومة أحمد الشرع مديونة بشكل كبير لسوريا، وهي استحقاقات دولية. يعني تستطيع إيران أيضا عن طريق المحاكم الاقتصادية الدولية برفع قضايا ووضع يدها حتى على الأموال السورية. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما رفعت العقوبات قيصر بشكل يعني يسمح لإيران وروسيا أيضا بنفس الوقت بأنه تتعامل ماليا مع حكومة أحمد الشرع. يمكن شفتوها أنتم بالنشرات اللي نشرت أو التقارير الأخبارية اللي صدرت من وزارة الخزانة الأمريكية اللي قالت فيها أنه تم رفع بعض القيود عن حكومة أحمد الشرع، وليس يعني فقط الطيران المدني، المسائل الاقتصادية المتعلقة بالمياه والكهرباء، الاتصالات، الأمور هاي اللي تم رفعها. أما رفع قانون قيصر بشكل كامل ما رفع. هذا كله لعب في الإعلام من قبل الإعلام القطري والإعلام السعودي اللي يحاولوا بشكل من الأشكال يمرقوا أو يروجوا أنه أحمد الشرع رفع عنه العقوبات. العقوبات لا ترفع نهائيا إلا أن تمر عبر الكونغرس الأمريكي. طبعا شفنا أنه أيضا قالوا أنه العقوبات محددة ب 180 يوم، هذا يعني أنه 6 أشهر وستتم مرة أخرى مراجعة تلك العقوبات. طبعا بالنسبة لنا كشرق الفرات احنا نتمنى ينرفع العقوبات، لأنه أكثر منطقة راح تستفيد من رفع العقوبات على سوريا هي شرق الفرات، بدليل دخول شركات البترول الأمريكية وتوقيع عقود مع شركات في الإدارة الذاتية للنفط والطاقة في شرق الفرات. وهذا أمر مهم للغاية. رفع العقوبات يعني سيتم تصدير البترول بشكل مباشر من شرق الفرات عبر الشركات الأمريكية وموانئ طرطوس واللاذقية بالهذا، ويكون في أيضا نوع من أنواع الاتفاقيات حتى يستطيع أحمد الشرع دفع الرواتب، لأنه المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى الآن هي اللي بتدفع الرواتب وتمشي أمور المؤسسات الحكومية اللي موجودة في سوريا. طبعا المملكة العربية السعودية قالت بشكل واضح وصريح أنه 3 أشهر فقط سوف تدفع، غير هيك ما راح تدفع. وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية بإنقاذ أحمد الشرع خصوصا ماليا، لأنه من دون رفع العقوبات نوعا ما عليه ما راح يستطيع بالأساس أنه هو يكمل ويحارب الإرهاب ويمشي المشاريع اللي مطلوبة. طبعا بدنا نتكلم، لأنه أخواننا في الساحل كمان كثير بيسمعوني، وشفت رسائل عديدة أيضا وصلت عن طريق الخاص واليوتيوب أيضا، أنه مسألة الساحل هي مرتبطة بروسيا. مشان نعرف أنه الخريطة على خريطة سوريا تم تقسيم قوى النفوذ فيها. طبعا أنا من 3 4 أيام أعلنت بشكل صريح أيضا، قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في منطقة غرب الفرات بعد لقاء اللي حصل ما بين ترامب وبوتين في قمة ألاسكا، واللي ما كانت أساسا مشان أوكرانيا، لا كانت على مشان توزيع القوى طبعا في سوريا. طبعا اليوم كمان شفنا أنه أصوات كثيرة في أوكرانيا تنادي بأنه لازم تتوقف الحرب، وفي روسيا أيضا نفس الشيء أنه لازم تتوقف الحرب الأوكرانية، وهي حرب عبثية وتكلف خزينة الدولة الروسية أيضا ملايين الدولارات. ونفس الشيء بالنسبة للأوكران، يعني أنه نحن ما نستطيع نتقدم ولا هم يستطيعون يتقدموا، فلا بد من تسوية. طبعا هنا هذا مربوط بسوريا بشكل كبير جدا، يعني وقف الحرب في أوكرانيا يعني توجه روسيا نحو الساحل السوري حقيقة بقول لكم إياها، وبدأ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز اللي موجود في البحر المتوسط، ونفس الشيء بالنسبة لإقليم الساحل اللي بتعمل عليه. طبعا اليوم تقارير مخابراتية خرجت أيضا بشكل واضح وصريح من الدولة الزرقاء بأنه
ترامب يرى سوريا اللامركزية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ترى في المرحلة الحالية سوريا اللامركزية. طبعا هنا اللامركزية راح تبدأ هي اللامركزية عسكرية بالبداية. فمسألة اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري اللي بيقوده أحمد الشرع لمحاربة الإرهاب وعلى شكل كتل، يعني على شكل كتلة واحدة أو 3 فرق كما شفناه بالإعلام الفترة اللي فاتت، هذا يعني بالمفهوم العسكري هي لا مركزية عسكرية. نعم، هي لا مركزية عسكرية اللي تمهد إلى اللامركزية السياسية، عفوا، اللي راح تمهد إلى اللامركزية السياسية في المستقبل. فاللبنة الأولى في اللامركزية راح تتم هي اللامركزية العسكرية، واللامركزية العسكرية اللي راح تطبق في محاربة الإرهاب في المستقبل القريب جدا. طبعا هنا كمان في مسألة هامة للغاية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بقوات الشرع حقيقة، ولا تثق بالكتائب اللي موجودة مع أحمد الشرع أنه فعلا هي راح تحارب الإرهابيين اللي موجودين واللي موضوعين في قوائم الإرهاب. لا، أكيد. فلذلك راح تكون الأساس بالاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية اللي موجودة على الأرض حتى تكون بديل سريع وعدد كبير جدا ليتدخل في أي منطقة يفشل فيها أحمد الشرع لمحاربة الإرهاب. أنا أعتقد مثل ما قلت لكم أنه لن تحارب قوات سوريا الديمقراطية بشكل مباشر إلا بمناطق محددة يطلبها منها التحالف الدولي. يعني مثل ما قلت لكم القاعدة التي ستبنى في ريف إدلب ما بين عفرين وإدلب، في قاعدة أمريكية يخطط لها في المستقبل القريب. أعتقد أنه يعني قريبا راح تكون، مو بعيد بشكل كبير. طبعا أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أيضا ستنشأ مطار في دمشق. أنا أعتقد قلت لكم مطار المزة العسكري، واليوم الإسرائيليين في الإعلام الإسرائيلي في القنوات الإسرائيلية ذكروا أيضا أنه هو مطار مزة العسكري. عندنا مطار أيضا راح يتم إنشاؤه في تدمر أو قريب من ريف حمص حماة تقريبا. وفي عندنا مطار الضمير العسكري اللي موجود أيضا واللي بتسيطر عليه قوات التحالف نوعا ما. هلا هاي المطارات هي راح تكون في قوات لمحاربة الإرهاب وتكون نقاط ارتكاز، وهي أساسية جدا. طيب، هل يستطيع أحمد الشرع محاربة الإرهاب فعلا وبشكل قوي؟ أنا أشك بهذا الأمر حقيقة. أنا أشك أنه راح يحاول هو وراح يعمل جهده أنه يحارب القوات الإرهابية اللي موجودة على الأرض، لكن الفكر الراديكالي بكل أشكاله يعني أصبح منتشر بشكل كبير جدا. ومسألة أنه قدرته على تصفية الجهاديين اللي موجودين أشك فيها بشكل كبير. شلون بده يرجع مرة تانية أنه يلغي الجيش السوري وينشئ جيش جديد بعد ما يعني كثير من المقاتلين الأجانب انضموا إلى هذا الجيش، وكمان أعطوهم رتب كبيرة في الجيش، وايضا موجود الكتائب اللي ولائها اساسا مو لاحمد الشرع، لتركيا، يعني مثل ابو عمشه، يعني خلينا نقولهم بمسمياتهم: سلطان مراد، سليمان الشاه، جماعه الحمزات اللي تابعه لسيف ابو بكر، وكل هالشخصيات هاي اساسا موجوده بقوائم الارهاب. هل سيقوم احمد الشرع باعتقال هؤلاء كلياتهم؟ حاتم ابو شقره وابو عمشه، فهيم عيسى، سيف أبو بكر، كل هؤلاء هل يستطيع أحمد الشرع اللي رفعهم أساسا كلياتهم إلى رتبة عميد وعقيد في الجيش السوري، وكل واحد ولا واحد منهم دخل أكاديمية عسكرية أخذوا كلهم شهادات وهمية من تركيا؟ أنا لا أعتقد أنه يستطيع. راح يكون في تحديات كبيرة جدا. طبعا الأتراك أعتقد أنه راح يتركوا هاي الكتائب لمصيرها، يعني أنه ما راح يدخلوا الأتراك، بس كمان راح يعملوا لعبة كبيرة جدا بأنه هم ما خلص شالوا إيدهم من هدول ويعطوهم إيعاز من تحت لتحت أنه يروحوا يحاربوا قوات سوريا الديمقراطية. يعني مسألة الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية أنا أعتقد أنه هي حتمية، واللي راح تتم من قبل هؤلاء الكتائب الغير منضبطة وبإيعاز تركي مخابراتي من تحت لتحت على أساس أنه تموه تركيا بأنه هي ما لها علاقة بالشيء اللي بيحصل على الأرض. وهذا لابد منه. لا يمكن التخلص من الكتائب التركية اللي موجودة إلا عن طريق قوات سوريا الديمقراطية، وهي قاعدة اعرفوها بشكل كويس كتير وفهموها، لأنه من المستحيل هل يعتبر التحالف الدولي القوات اللي بتهجم على قوات سوريا الديمقراطية قوات إرهابية وتتدخل في ضربهم بعد ما يرفعوا الأتراك؟ نعم، بعد ما يرفعوا الأتراك الغطاء
على تلك القوات، أعتقد أن التحالف الدولي سيتدخل بشكل مباشر ويعتبرها قوات خارج عن القانون وقوات إرهابية مثلها مثل الدواعش وغيره، ويتم التعامل معهم مثل ما يتم التعامل مع الدواعش تماما. وهذا أمر 100%، يعني أنا ما بشك فيه نهائيا، وراح نشوف هذا خلال الفترة القادمة. طبعا ما راح يكون الأمور سريعة، يعني أحمد الشرع ما راح يجي فورا بكرة من الولايات المتحدة الأمريكية ويبلش بالحرب على هؤلاء وكذا، هذا الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تروي فيها، وراح يحاول أنه يعطي إحداثيات القادة الإرهابيين أو القادة المحسوبين على الإرهاب اللي موجودين حتى معه هو للولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تصفيتهم بعد ما يأمن نفسه ويأمن منطقة القصر الجمهوري بشكل كبير أيضا. هل ستشارك قوات سوريا الديمقراطية في حماية شخص أحمد الشرع؟ أظن نعم، لأنه حدث تجربة قبل الآن أيضا، ودخلت قوات سوريا الديمقراطية مع التحالف الدولي في حمايته، ولا ماني مخول أتحدث عن هذه المواضيع. ماني المفروض أنه القوات السورية الديمقراطية هي تتحدث بهذه المواضيع. نعم، تم نقل مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية إلى القصر الجمهوري لما تعرض أحمد الشرع إلى محاولة انقلاب، حسب معلوماتي الشخصية أيضا أنا من هناك، وتم إنقاذه مرة يعني من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ومرة ثانية قامت التحالف الدولي أيضا عن طريق الطيارات المسيرة بإنقاذ أحمد الشرع في أحد الطرقات اللي هو كان ذاهب فيها إلى إدلب، وهذا أمر هام للغاية. طبعا قوات سوريا الديمقراطية قامت بحماية الشرع أيضا لما زار حلب، لما زار مدينة حلب، فانتشرت قوى سوريا الديمقراطية حول قلعة حلب وقتها، وما كان معلن أيضا، لأنه لم يكن أحمد الشرع يثق بالكتائب التركية أو الكتائب السورية المحسوبة على الأتراك في مدينة حلب، فتحركاته جدا شديدة بالنسبة لأحمد الشرع، وهو تواجده ما أكثر شيء بيكون بالقصر الجمهوري. يعني حتى بمرحلة لما ضربوه الإسرائيليين، ضربوا القصر الجمهوري ومبنى هيئة الأركان في دمشق، أحمد الشرع ما خرج من دمشق، ما خرج من دمشق، لكن أبلغوه الأمريكان بأنه إسرائيل رح تضرب القصر الجمهوري، اطلع منه، وهذا حقيقة. وكشفوه أيضا المخابرات الإسرائيلية بعد فترة، كشفوا هذا الأمر، أنه أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستقوم بقصف القصر الجمهوري، وطلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إبلاغ أحمد الشرع للخروج من القصر الجمهوري، وما كان ما كانوا بدهم يختاروا أحمد الشرع، بس كانوا بدهم يضربوا القصر الجمهوري، وهذا له دلالات سياسية كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل. طبعا مثل ما قلت لكم الجنوب السوري انتهى وخلص، ولم يعد ضمن السيادة السورية حقيقة. شو يعني السيادة السورية؟ أنت بدك تفرغ الأسلحة كلها منها، وراح تنسحب الهيئة من جميع القرى اللي محتلتها في السويداء، وكان أساسا مسألة تحرير القرى اللي موجودة في السويداء كان مؤجل لهذا اللقاء حقيقة. فراح نشوف خلال الفترة القادمة راح تنسحب جميع الكتائب اللي موجودة في القرى الأربعين اللي محتلة في السويداء، وراح ينسحب الهيئة وكل القوات اللي موجودة في ريف درعا. ممكن تحصل مسرحية بسيطة أنه إطلاق نار، رصاصتين في شقة في شقتين، طيارة طيارتين، مسيرات كذا، وينسحب منها جماعة الهيئة، وإسرائيل تتوغل أكثر لحتى ترسم الخريطة الجنوبي كلياته الفترة القادمة. طبعا مثل ما قلت لكم إسرائيل رافضة توقع أي اتفاقية أمنية مع أحمد الشرع، وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنه نحن ما بنوقع اتفاقيات لا أمنية ولا غير أمنية، ما محتاجين ولسنا ضعفاء لحتى نوقع اتفاقيات، لا، غصبا عنه ويطلع، لحتى تستطيع إسرائيل يكون عندها ذريعة أيضا بمعالجة أي كتائب محسوبة على الأتراك. وهذا نقطة هامة بدكم تحطوها أيضا في الحسبان، لأنه توقيع إسرائيل إلى اتفاقية أمنية راح يكبلها وما راح يخليها تتعامل مع باقي الأراضي السورية اللي موجودة في داخل سوريا. والإسرائيليين بيهمهم بشكل كبير انه ما يكون في قاعده تركيه ضمن الاراضي السوريه. وشفنا نحن اللقاء اللي حصل امبارح ما بين وزير خارجيه اسرائيل ووزير خارجيه قبرص الجنوبيه، واللي حصل فيها اتفاقيات كبيره جدا على خطوط الغاز وخطوط الطاقه اللي راح تنمد من اسرائيل الى قبرص، وسبق هذا الاتفاق كلياته. اذا اسرائيل حزمت امرها مع تركيا، لحتى هيك ما بتشوف تهديد في تركيا نهائيا لحتى تعمل تلك المشاريع الاقتصاديه، لانه تلك المشاريع الاقتصاديه يعني قسم ظهر تركيا اقتصاديا،
وانتهاء مسألة شرق المتوسط والصراع اللي حصل خلال العشر سنوات اللي فاتت. وشفنا نحن السفن التركية اللي كانت تنقب عن البترول والغاز، وكم من مشاكل عملت وقتها مع قبرص واليونان، ووقف الاتحاد الأوروبي مع اليونان وقبرص وقتها. الآن يبدو أن الإسرائيليين حزموا أمرهم، ولم يعد هناك أي تهديد بالنسبة للأتراك لهم لحتى يوقعوا هذه الاتفاقية الهامة للغاية. وهذه الاتفاقية يعني تحدد الخطوط البحرية بالنسبة لإسرائيل، وتقلص الخطوط البحرية بالنسبة لتركيا بشكل كبير جدا. فيبدو أنه تركيا ما راح تتقيد غير بالمضيق الدردنيل ومضيق البسفور اللي يبعد عن الجرف الصخري أقل من 100 ميل. أما الباقي اللي كانت تطمح فيه وعملت خطوط ورسم خطوط مع ليبيا وقتها، أنه حتى تقطع على اليونان وإسرائيل وما تستطيع أن تبني منظومة اقتصادية أو شبكات اقتصادية من إسرائيل إلى اليونان وقتها. لكن يبدو أنه فشل هذا الموضوع كلياته. وأعتقد بأنه لم يعد مجدي حتى وجود تركيا في ليبيا ودول شمال أفريقيا، وعلى رأس الجزائر أيضا. طبعا تهديد ترامب أنه بالدخول إلى نيجيريا هو قاطع الطريق النيجيري الجزائري إلى أوروبا، لأنه نيجيريا تعتبر من الدول النفطية الكبيرة جدا واللي تملك احتياطي غاز هائل أيضا، ومن ضمنها أيضا الجزائر. والجزائر معروفة أنه هي حليفة تركيا بنفس الوقت. فدخول الولايات المتحدة الأمريكية والتهديد أنه بدها تروح تحمي المسيحيين الموجودين في نيجيريا هو أحد الأهداف الرئيسية لقطع الطريق على الأتراك وقطع المشروع خط الجزائري إلى أوروبا. وهذا نقطة أيضا هامة للغاية. فيبدو أنه كل الخطوط اللي تركيا كانت تحلم بها من النفط والغاز، وحتى طريق الدردنيل وطريق اللي بتمر عبر سوريا والطرق اللي بتمر عبر سوريا، وئدت بشكل نهائي. وخصوصا الطرق اللي كانت تحدد من شرق المتوسط أيضا. يعني يبدو أنه انتهت تلك المشاريع والأحلام، وأصبحت الآن تقريبا مجمدة بشكل نهائي. طبعا زيارتها كان في داني الولايات المتحدة الأمريكية تعطي انطباع بأنه الأمريكان استدعوه استدعاء، وحصل هذا الاستدعاء بعد وصول أحمد الشرع. طبعا أحمد الشرع صار له 3 أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أحمد الشرع قال للأمريكان أنا ما أستطيع أن أتخلص من القيود التركية. وفعلا الأتراك كانوا بالنسبة له مثل الظل، وين ما كان يروح كان الأتراك معه. وحتى إذا مرة راح مثلا على روسيا أو على أي مكان، كانوا الأتراك مباشرة يلتقون أو يستدعون أحمد الشرع مرة ثانية إلى تركيا، أو يجي رئيس المخابرات التركي أو وزير الخارجية التركي إلى دمشق لحتى يستمع على أحمد الشرع شو صار بالاتفاقات ما بينه. وتركيا هي اللي عرقلت أغلب الاتفاقيات اللي كانت موجودة يعني في أذربيجان ما بين إسرائيل وأحمد الشرع نفسه. فيبدو الأمريكان استدعوا حكان فيدان لحتى يعطوا التعليمات بأنه لا يحق للأتراك التدخل أكثر في سوريا، ويجب على الأتراك الانسحاب مع ضمانات اقتصادية وسياسية في المستقبل بالنسبة للشركات التركية. أما بالنسبة للقوى العسكرية تمنع إسرائيل بأي شكل من الأشكال أنه يكون هناك قاعدة تركية في داخل سوريا. طبعا نحن شفنا بعض الأبواق الإعلامية التابعين إلى السوريين خلال الفترة اللي فاتت، واللي بدأوا يفهموا المعادلة القادمة على سوريا، وبدأوا بالعويل والصياح بأنه هناك مؤامرة كبيرة جدا راح تكون علينا. فيجب على تركيا الوقوف معنا، وهذا واجب ديني وأخلاقي. مو بس هذاك الأصلع اللي كان يحكي، لا، في ناس كتير كمان غيره طلعت وتحدثت بهذا الموضوع. نعم، أنا بأكد لكم أنه المؤامرة هي عليكم أنتم بالذات، جماعة الكتائب اللي محسوبة على تركيا، واللي كانت اسمها كتائب الجيش الوطني سابقا، واللي تم حلها بشكل شكلي ودخلت ضمن الجيش السوري. لكن حقيقة هي ولاءها لتركيا إلى الآن، ولا تتبع لأحمد الشرع لا من بعيد ولا من قريب. وهؤلاء اللي راح يتم تصفيتهم خلال الفترة القادمة. أنا بعطيكم نقطة مهمة جدا. الواجهة السياسية للجيش الوطني مين كان؟ دقيقة.
الواجهة السياسية للجيش الوطني مين كان؟ كان الائتلاف. نعم، كان أغلب قادة الجيش الوطني هم أعضاء في الائتلاف نفسه. طيب، أول ما استلم أحمد الشرع أعطت الولايات المتحدة الأمريكية أمر لتركيا بحل الائتلاف، وهذا لا يمكن أن يحكم سوريا نهائيا، صح ولا لا؟ والجيش الوطني أغلبية قادته كانت أساسا هي أعضاء في الائتلاف الوطني، كانت أغلبه أعضاء في الائتلاف الوطني. طيب، تم حل الائتلاف وتم حل الجيش الوطني شكليا، لكن ولاؤه وسلطته نفسه كانت بإيد الأتراك إلى الآن. يعني هل تعتقدون الولايات المتحدة الأمريكية والغرب ساذج لهالدرجة هاي لحتى يصدق أنه تم حل هذا الجيش الوطني وهو ضمن الجيش السوري حاليا اللي بيقوده أحمد الشرع وزارة الدفاع مرهف أبو قصرة؟ لا، أكيد. فلذلك التخلي عن الجيش الوطني راح يكون عملي هاي المرة وليس شكلي مثل اللي مرة اللي راحت. وحضور هكان فيدان حرفيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحتى يأخذ الأوامر هاي، لحتى يأخذ الأوامر هاي من الأمريكان، وبأنه يفسح المجال في الأراضي السورية أيضا لمحاربة الإرهاب. هنا تعريف الإرهاب هام للغاية. مين هو الإرهابيين؟ هل هم فقط الجهاديين اللي جاءوا من الخارج والأجانب، أم هم نفسهم أيضا القادة اللي موضوعين على قوائم الإرهاب بالنسبة للجيش الوطني؟ طبعا بالنسبة لمفهوم الإرهاب، مفهوم الإرهاب هو كل الكتائب اللي موجودة على الأرض. طبعا أنا بدي أذكركم بنقطة حكيتها من قبل كم يوم أيضا هامة للغاية. نقطة مين بيتذكرها هامة للغاية، وقلت لكم إذا شفتوا هاي النقطة بعد زيارة أحمد الشرع اعلموا بأنه كل ما أقوله رح يطبق على الأرض 100% معناته. مسألة وضع أخوان المسلمين في قوائم الإرهاب بالنسبة للكونغرس الأمريكي. إذا شفتوا خلال الأيام القليلة القادمة تحرك دولي لوضع حركة أخوان المسلمين على قوائم الإرهاب اعلموا بأنه الموضوع انتهى وسيتم محاربة جميع الكتائب المنفلتة الموجودة على الأرض، ومن ضمنها هؤلاء الكتائب اللي محسوبة على تركيا ومو محسوبة على السلفية الجهادية كلياتها. وأنا أعتقد أنه خلال الأيام القليلة القادمة رح نشوف تحركات دولية من بريطانيا ومن فرنسا ومن الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حركة إخوان المسلمين والكتائب التابعة لها أيضا في قوائم الإرهاب. وهذا مطلب مصري، هذا مطلب مصري أيضا، لحتى تكون مصر لها يد في سوريا المستقبل بعد فترة، لأنه مصر كمان رح تدخل التحالف الدولي لمحاربة داعش بشكل عملي بالفترة القادمة. فمصر طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وضع تلك الكتائب اللي موجودة أو حركة إخوان المسلمين سواء كانت سورية أو الحركة المصرية أو كل الحركات التابعة للفكر الإخواني، الفكر الجهادي تبع سيد قطب، في قوائم الإرهاب. وإذا شفنا تحرك دولي من هاي الناحية اعلم بأنه كل اللي تحدثت فيه خلال الأيام اللي فاتت على الأرض سيطبق على الأرض السورية. يعني نحن الآن ذاهبين إلى مرحلة تقسيم مهمة في سوريا. يعني كل اللي بيظن انه والله سوريا بدها تصير واحده الان وبده يحاربوا الارهاب وبده يحاربوا الكتائب اللي موجوده، لا، اللي جاي اعظم بشكل كبير. انا شخصيا لا اعتقد بانه ستنجح الولايات المتحده الامريكيه في محاربه الفكر الجهادي او الفكر السلفي الموجود في سوريا. لذلك راح تعمل منطقه في الوسط تحاصر كل الكتائب الجهاديه اللي موجوده في الوسط، وتقطع الحدود التركيه عليهم وتقطع الحدود العراقيه عليهم، وبالجنوب بالاساس مقطوع من اردن واسرائيل، وفي الشمال الشرقي موجود قوات سوريا الديمقراطية ونهر الفرات. فراح يكونوا، تذكروا صندوق اللي حكيت لكم عنه قبل فترة شهور، الصندوق المغلق اللي راح يعملوه لهم ويخلوهم فيه لفترة طويلة جدا ويتصيدوهم دائما بضربات وضربات جوية ومناوشات واغتيالات وكذا. تحدثت لكم عن الصندوق وقتها. لا، دمشق ما راح تكون من ضمن الصندوق، دمشق ما راح تكون من ضمن الصندوق. وهذا الصندوق اللي راح تحاصر فيه القوة هاي كلياتها، هاي الصندوق اللي راح تحاصر فيه، وراح تترك لهم شباك مفتوح فقط. لوين؟ شباك مفتوح فقط لوين؟
قلت لكم هذا الكلام، انه ما بيجوز يكون الصندوق مسكر على الاخير، لازم يكون في منفذ للهروب. العسكريين يفهمون علي، الاخوه العسكريين بيفهموا علي. حتى انت لما تقاتل وعدوك من امامك وانت محاصره، انت لازم تترك له منفذ لحتى يهرب. لازم تترك له منفذ لحتى يهرب. هاي بالعلوم العسكريه. ما بيصير انت تحاصره من كل الجوانب، واذا كانت خصوصا قوه كبيره. اما اذا قوه صغيره ايه بتحاصرها وبتقضي عليها او يستسلموا، هاي صحيح. لكن اذا قوه كبيره ومجهزه يعني نوعا ما وتستطيع ان تقاوم وانت محاصرها، ما بيجوز انك انت تسكر عليها كل الطرق، لا، يجب عليك ترك منفذ للهروب. وهذا امر طبيعي جدا. انت منتصر بالمعركه وما تستطيع ان تقضي عليهم الا لفتره طويله، او بدك تدفع ضحايا كثير، فتترك لهم منفذ للهروب من المنطقه كلها. وهذا ما راح يحصل بالنسبه لهم. سيترك المنفذ أو النافذة على طرابلس اللبنانية اللي تحدثت عنها أيضا، لحتى يتم المشروع في لبنان بالمستقبل وتقسيم لبنان وإنهاء لبنان أيضا. ما راح يضل من لبنان شيء، لأنه في المرحلة القادمة يجب الإسلاميين أن يقاتلوا الإسلاميين، سواء كانوا في سوريا أو في لبنان. والإسلاميين مو بالضرورة يكونوا يعني من صنف واحد، يعني كلهم جهادية سلفية، لا. الإسلاميين الشيعة يقاتلوا الإسلاميين السلفيين، الإسلاميين الأخوان يقاتلوا السلفيين الجهاديين، وهكذا. لأن الخطة الدولية هي محاربة إيش؟ الراديكاليين بالراديكاليين، الخطة. وهذا ما سيتم تطبيقه، ونشوف بوادره قريبا أيضا اللي بيتم في غزة. أيضا بنشوف نحن هلا تطلع كتائب إسلامية جديدة تكفر حركة حماس وتقاتل حركة حماس، وإلها دعم دولي أيضا من مكان آخر. وهذا السياسة اللي عم تتبعها الآن في الشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى في العراق ما راح تحارب الولايات المتحدة الأمريكية الكتائب الشيعية أو الأذرع الشيعية الموجودة بشكل مباشر، لا، راح تحاربهم بالكتائب الجهادية السنة بالمستقبل. وراح تدعم الكتائب السنة بشكل ما من تحت لتحت، عن طريق قطر وعن طريق دول عديدة جدا اللي راح تدعمها، وراح تصير هي اللي تضرب الكتائب الشيعية وترسم حدود المناطق في العراق في المستقبل. اللي بنشوفه الآن في السودان طبيعي أيضا مشابه للي بيحصل تماما الآن. يعني احنا شايفين الحكومة السودانية وحركة حميدي تيت دعم السريع، واللي عم بيحصل بيناتهم كلياتها. وحميدي تيت بيحارب مين؟ بيحارب الإخوان المسلمين، وبيقتل الإخوان المسلمين في كل مكان. وهذا هو الخطة الموضوعة أساسا. واللي بيقوم بدعم حميدي تيت بالأساس هي الإمارات العربية المتحدة، واللي بيدعم الحكومة السودانية إذا قلت لكم مين راح تنصدموا بشكل كبير جدا، أنه هي تركيا. تركيا هي اللي بتحاول دعمها ضد حركة حميدي ديت. لكن إلى الآن، نعم، إلى الآن إلى الآن لم تحقق تركيا مطامعها في السودان. وتتذكروا الجزيرة اللي هداها البشير قبل سنوات، جزيرة اللي هداها إلى تركيا. هل تعلمون بأن هذه الجزيرة هي الهدف حاليا، بأنه حميدي يحاول يسيطر عليها لحتى يخرج الأتراك منها؟ طبعا احنا حديثنا ليس على السودان، وراح نحكي فيها في حلقات تانية، وتحدثنا قبل كثير عن هذا الموضوع. لكن احنا بدنا نرجع لموضوع اللي هو الإسلامي، ضرب الإسلاميين بالإسلاميين. وهذا الخطة اللي ماشية عليه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الآن، واللي هي راح تطبق في سوريا نفسها. مين الإسلاميين اللي راح يضربوا الإسلاميين؟ هم نفسهم جماعة أحمد الشرع الإسلاميين اللي راح يضربوا الكتائب الراديكالية والكتائب الأخوانية اللي محسوبة على تركيا في المستقبل. وتبقى فيها قوات التحالف نوعا ما مشاركة من بعيد ومتفرجة. طبعا حصل أيضا جس نبض لأحمد الشرع. ليش استدعوا أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأن أبلغ الفرنسيين الولايات المتحدة الأمريكية بفشل أحمد الشرع بمحاربة الجهاديين الفرنسيين اللي موجودين. وكانت هي بالون الاختبار لأحمد الشرع، هي كانت بالون الاختبار لأحمد الشرع في سوريا. فلما لم يستطع أحمد الشرع مقارعة الكتائب الجهادية اللي محسوبة على الفرنسيين، وتدخلت فيها الكتائب التركية والجهادية الأخرى والتركستانية، وهددت أحمد الشرع باشتعال المنطقة كلها في حال أنه اقتحم المعسكر أو المخيم الجهادي الفرنسي. أبلغ أحمد الشرع الفرنسيين بأنه لا يستطيع محاربتهم.
فأيعزت فرنسا مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأن أحمد الشرع لا يستطيع تطبيق الاتفاقيات ومحاربة الإرهابيين اللي موجودين أو الجهاديين اللي موجودين على الأراضي السورية. فاستدعته الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بعدها بأسبوعين، والآن شايفين النتائج كلياتها. فهي عبارة عن حلقة متواصلة مع بعضها البعض. طبعا أكثر شيء راح نشوفه خلال الأيام الفترة القادمة هي الدعم لقوات سوريا الديمقراطية. نعم، في الفترة القادمة سيقوم التحالف الدولي بشكل أكبر بدعم قوات سوريا الديمقراطية. حتى الدعم اللي دخل والفترة اللي فاتت وكتير دخل وكذا واي راح يجي أكثر منه بكتير وبشكل ما تتخيلوا أيضا. نعم، طبعا خلال الفترة اللي فاتت شفنا من الصحافة التركية اللي كانت تخرج بأنه عم تدخل أسلحة نوعية يمكن دول إقليمية لا تملكها في شرق الفرات. طيب هاي الأسلحة راحت على القواعد التحالف الدولي أو راحت على قوات قسد؟ هذا أمر آخر مختلف، ما هو مجال حديثنا. بس أكيد لما بيكون داخل إلى تلك المنطقة واللي موجود معهم بالأساس هي قوات سوريا الديمقراطية اللي أساسا دربت على كثير من تلك الأسلحة. طبعا خلال الفترة القادمة راح نشوف يعني دخول أكثر للأسلحة إلى شرق الفرات، لأنه راح تتوزع على القواعد الجديدة الأمريكية اللي موجودة على الخارطة السورية. ما في منافذ أخرى للقوات الأمريكية غير شرق الفرات. يعني ما بدها تدخل الأسلحة، يعني عندك حركة طيران بتنزل بمطار مزة أو بالمطارات اللي رح تعملها بريف إدلب بالولايات المتحدة الأمريكية أو في وسط سوريا عن طريق الطيران. لكن في أمور كثيرة ما بيصير تروح إلا عن طريق البر، ما بتحملها الطيارات. فراح نشوف حركة تدفق أسلحة إلى شرق الفرات بشكل أكبر بكثير من المرحلة اللي شفناها. طبعا أنا بأكد لكم، وسألني كثير من الناس إنه أحمد الشرع مطول في سوريا. كان يسألوني هذا السؤال يعني دائما مطول. أنا بقول لهم شغلة واحدة: اللي بيفكر إنه بدهم يشيلوا أحمد الشرع بيكون جاهل ولا يفقه بالسياسة شيء. أحمد الشرع هو عميل بريطاني أمريكي عنده مشروع يطبقه في سوريا، وهو ما جاي لحتى يرأس سوريا بشكل مستمر، ولا جاي لحتى يطلع من الحكم مباشرة. وهذا الموضوع يتعلق بمدى نجاح أحمد الشرع بتطبيق المشروع الغربي داخل سوريا. فاللي بيظن إنه والله لراس السنة، كانوا الناس كتير ستة أشهر، وناس تقول لك لراس السنة، ناس بتقول لك ما أعتقد للشهر الثاني، أنت غلطان، أنت غلطان. ما رح يتخلوا عن عميلهم اللي إلا إنه يوصلوا لقناعة تامة بأنه هذا ما يقدر يطبق المطلوب منه. وإذا فشل أحمد الشرع في تطبيق كل ما مطلوب منه، سوريا ذاهبة إلى تقسيم وليس فيدراليات ولا حتى حكم ذاتي. إذا فشل أحمد الشرع في سوريا، سوريا ذاهبة إلى تقسيم دول، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل. إسرائيل تريد من أحمد الشرع الفشل حقيقة، لأنه هذا لصالحها. وإسرائيل تدرك تماما أنه فشل أحمد الشرع في سوريا يعني تقسيم سوريا، يعني تقسيم سوريا. وهذا الحديث أنا متحدث فيه من قبل 4 سنوات، وكل 90% من الموجودين في هذا اللايف يذكرون هذا الكلام اللي كانوا يسألوني الناس إنه سوريا بدها يصير فيها حكم ذاتي، سوريا بدها يصير فيها فيدرالية بعز قوة بشار الأسد. كنت بقول لكم سوريا ذاهبة إلى التقسيم لا محالة، وتقسيم دول، وليس يعني كأقصى تقدير كنت أقول كونفدرالية. بذاك الوقت اللي مستحيل كان واحد إنه يحكي من مثل هيك كلام، بوجود بشار الأسد وقوته وتعويمه وذهابه إلى الجامعة العربية وخلاص ورجع للخارطة الدولية كذا. أنا قبلها ب6 أشهر من سقوط بشار الأسد قلت لكم المعابر اللي بده يفتحها مع الروس ومع الإيرانيين عن طريق الأتراك وبدها تمتد إلى الحدود الأردنية والخليج، هذا سوف يكون سبب سقوط بشار الأسد. وجيت وقلت لكم انتهت مهمة بشار الأسد، الآن سوف يتم العمل على إسقاطه بوقتها، لأنه الحسابات الدولية هي عكس تماما الحسابات الإعلامية أو ما يظهر على الإعلام. وهذا أمر بدنا نفهمه بشكل كبير. ودائما أنا بقول للأخوة الكرد بالذات، هذوليك ما بيهموني الثاني، لا تنظروا إلى ما يطرح في الإعلام. كل ما يطرح في الإعلام لا يطبق، كل التصريحات السياسية لا تطبق، وكل تصريح سياسي يقول
يجب أن نحافظ على وحدة، يعني هناك تقسيم. يجب أن تكون نقضي على الفصائل الإرهابية، يعني راح تطلع فصائل إرهابية أكثر وراح تعمل مجازر أكثر. يجب دعم سوريا اقتصاديا، ابشروا بالفقر الجاي عليكم. هكذا هي السياسة دائما، وكل ما يصرح بالإعلام ليس بالضرورة أن تأخذ عكسه، لكن ما بتأخذه هو نفسه.